امتى اخر مرة قررت ان انت تعمل حاجة جديدة ودخلت بقوتك 100% وبعدها بوقت قليل اسبوع ولا التاني رجعت لنقطة الصفر تاني؟ قررت ان انت تتعلم حاجة جديدة، قررت ان انت تعمل دايت، حتى قررت ان انت تبدأ مشروع جديد وتحمست قوي في الاول، اسبوعين ضاغط نفسك شغل وتفكير ليل نهار، مرة واحدة ترجع لنقطة الصفر. بتحصل كتير قوي الحكاية دي، وحصلت مع كل واحد فينا اكيد. والسر هنا في حاجة صغيرة، هو ان احنا دايما اوقات بنبقى شايفين ان احنا هننط نطة كبيرة قوي في شغلنا مثلا. هو السر في النطة الكبيرة دي اللي احنا كلنا بنبقى متوقعينها ومستنيينها. انت مستني ان يحصل لك قفزة كبيرة بقى في شغلك فهتنقلك نقلة تانية. قررت ان انت هتعمل مشروع دخلت فيه بطاقتك كلها، شايف ان انت هتتنقل نقلة تانية وما بيحصلش، فبترجع تاني لنقطة الصفر. قررت ان انت تمارس رياضة معينة، دخلت بكل طاقتك، قعدت اسبوعين ما لقيتش نتيجة ولقيت الموضوع مش زي ما انت عايز، فرجعت تاني لنقطة الصفر. الفكرة كلها ان انت بتبقى شايف قمة الجبل وعايز تطلع مرة واحدة. كل الناس العباقرة والناس اللي نجحت في حياتها اعتمدت على كونسبت بسيط جدا، وهي العادات البسيطة اليومية المتكررة. على سبيل المثال مثلا لو واحد بيمارس رياضة قرر انه هو كل يوم هيحسن نفسه بنسبة 1% على مدار سنة، تقريبا مستواه هيتحسن 37 ضعف آخر السنة، لأن هو قرر إن هو يحسن نفسه 1% بس على مدار السنة. ما بصش إن هو هيطلع 50% مرة واحدة أو 100% في خلال أسبوعين، لا. عادة النجاح بيجي بشكل تراكمي. فكرة القفزات اللي بتحصل دي ممكن بيحصل لنا قفزات في حياتنا، بس دي بتيجي مع الوقت وقدام، ما بيجيش في الأول خالص. سر النجاح دايما في العادات البسيطة الصحية المتكررة. أرنولد شوازينيجر، مستر أولمبي، بطل العالم، الراجل ده ضرب مثل حقيقي. فكرة 1%، عادة بسيطة جميلة مفيدة تتكرر بشكل يومي على مدار السنة. أرنولد شوازينيجر قبل ما يبقى مستر أولمبي كل اللي حواليه كانوا مسميينه ملك الجذع العلوي. عضلات الصدر كانت كبيرة والدراعات كانت كبيرة جدا، بس هو كان شايف ان في دايما ديفكت في منطقة البطن ومنطقة الساقين. قرر ان هو كل يوم لمدة سنة بعد ما يخلص تمرين ان هو هيركز يوميا على تمرين البطن وتمرين الساق. في الاخر بقى مستر اولمبي. كل ده انا شايفه دايما هو الكونسبت بتاع 1%، هي العاده البسيطه اللي بتكرر يوميا. انا بشوف ان هي دي سبب النجاح في الاخر. ارنولد شوازينيجر قرر ان هو كل يوم هيتمرن ساعه اضافيه بعد ما يخلص التمرين الاساسي بتاعه، وهيخصص الساعه دي لتمارين الساق والبطن. بقت نقطه الضعف اللي عنده دي هي نقطه القوه، وبقى مستر اولمبيا بعد كده. وده نتيجه عاده صغيره اتكررت واستمرت لمده سنه. ساعه يوميا يعني 365 ساعه في السنه، هم دول اللي عملوا الفرق الكبير. مش القفزه هي اللي بتعمل الفرق الكبير، هي العاده اليوميه المتكرره. ارنولد شوازينيجر بعد كده حط لنفسه اهداف معينه لازم هيعملها وما كانش بيتخطاها. انا دلوقتي مركز ان انا اكون مستر اولمبي، بعد كده بقيت ممثل فلازم هركز، بعد كده دخل العالم السياسي فلازم هيركز وبقى حاكم كاليفورنيا بعد كده. ارنولد شوازينيجر اثبت ان القاعده بتاعه العمل البسيط اليومي المتكرر المستمر هو ده اللي بيعمل الفرق. جيف بيزوس صاحب امازون، الراجل ده طبق قاعدة 1% بمنتهى الاحتراف. الراجل ده هو بيدير شركته قرر ان هو كل اجتماعاته عدد الحضور فيها هيكون الناس اللي تاكل التين بيتزا ويكونوا شبعانين. يعني تقريبا كده عدد الحضور في الاجتماع 3 أو 4 أفراد، بحيث ان هو يضمن كفاءة الاجتماع. مش هيبقى فيه كلام كتير، مفيش عدد كتيرة حواليه تضيع وقت او تضيع جهد ذهني، لا، هيخرج من الاجتماع بنتائج مهمة مع استدامة الاجتماعات دي لصدور قرارات مهمة مستدامة للشركة. فأصبحت القاعدة دي 1%، العمل ده وبيتكرر بشكل مستمر، في الآخر أدى إلى نتائج مذهلة للشركة. نمو سنوي غير طبيعي، مبيعات ورأس مال الشركة تخطى ال 2 تريليون دولار، وكل ده بقاعدة 1%. الاجتماعات المستدامة المنتجة حتى لو صغير ولكن مستمر. الراجل ده عمل حاجة ظريفة جدا في اجتماعات. في كل اجتماع كان قدامه يبقى كرسي فاضي، بيمثل ان هو ده الكرسي بتاع العميل، عشان يشوف احتياج العميل ويحط له الاولويه. لان دايما الاولويه بتبقى للعميل، عايز العميل يشوف هو محتاج ايه، هو العميل بيفكر ازاي، ايه الحاجات اللي محتاجها، بيقدر يحط ايده على الاهداف بسهوله من غير تشتيت وناس كتير حواليه، مع استدامه الاجتماعات زي ما قلت. ستيفن كينج الكاتب المعروف عالميا، من اكتر الكتاب المعروفين ان هو بيكتب روايات رعب، ألف أكتر من 80 رواية. أول رواية ألفها خالص رواية كاري، ودي اترفضت من أكتر من 30 ناشر. الراجل ده كان في بداية حياته بيشتغل مدرس وكان فقير جدا وكان عايش في مقطورة، ولكن الراجل ده بينه وبين نفسه قرر إن هو يمارس عادة 1%، وهي إن هو يعمل حاجة صغيرة كل يوم ولكن تستمر معاه. قرر إن هو مفيش يوم هيعدي إلا لما يكون كتب على الأقل 2000 كلمة. يعني في 50 يوم، يعني الراجل ده ممكن يكتب 100,000 كلمة في ال 50 يوم. الراجل ده ثروته تخطت ال 500 مليون دولار، وده بسبب 1%، وهي العادة اليومية المستمرة. وهنا بقى السؤال، ازاي نحقق احنا كمان 1% بتاعتنا بالعادة اليومية المتكررة؟ اول حاجة التصميم. انت هتصمم ان انت في حاجة معينة هتعملها بشكل يومي ومستمر. ما ينفعش النهارده انا هبدأ اذاكر، النهارده هقعد 8 10 ساعات هقعد اذاكر، لا، انا
هظبط اموري ان انا كل يوم على الاقل في نص ساعه قبل ما انام لازم انا هقعد افتح الكتاب بتاعي. رقم 2 هو التكرار. انت هتكرر العاده دي كل يوم مهما كان انت ظروفك ايه او مزاجك ايه، ما ينفعش ان انا اجلها، ولو لا قدر الله الاسوء الظروف في يوم ضاع اوعى تخلي اليوم اللي ورايا يضيع زيه. رقم 3 وده الاهم، الصبر. ما تستعجلش ان انت تشوف نفسك ثابت لوقت طويل وما انتش شايف نتيجه، مش شايف ابجريدنج. الابجريدنج هيجي مع الوقت، اوعى تستعجل النتيجه. لما كنت بشتغل في الطب زمان كنت مثبت لنفسي كده ال1% بتاعة القراءة اليومية في الكتب بتاعتي اللي ليها علاقة بشغلي. بعد كده لما اشتغلت بقى في مجال التجارة والبيزنس بتاع المفروشات، كل يوم في وقت بقعد مع نفسي ما يزيدش عن تلت ساعة ورقة كده، وبقعد اكتب فيها الحاجات اللي انا عاوز اعملها واضيفها لمنتجاتي. حاليا انا عايز ال1% بتاعتي تكون ان انا كل يوم اقرا حاجة ولو صفحة واحدة عن تاريخ مصر. ان شاء الله ربنا يقدرني واعمل. قول لي بقى انت ال1% بتاعتك هتبقى ايه؟ ولا انت ايه الحاجة اللي انت عايز تبدأها بشكل مستدام وتكمل معاك على طول؟ اشوفكم على خير.